صاحبتي وتاع قلبي السلام عليكم كي دايره ان شاء الله تكوني اون فورم وانتي كتشوفي هذا الفيديو اليوم فيديو جميل جدا هو مرتبط بالفيديو اللي سبق اللي هضرنا فيه على نظام التجميد. واليوم غادي نهضروا على لا فيش دافونتير. خلينا اختي ندفع عليك شبابي غالي ونكذب عليك ونقول لك vous étiez nombreuses à me demander plus de détails concernant la fiche d'inventaire واخا هو في الصراحة راه طلبوها مني شي 2 ولا 3 اختي، حتى دوك 2 ولا 3 بالنسبة ليا أنا راه nombreuses. المهم غادي نهضروا اليوم على لا فيش دانفونتير. الا كنتي عمركي ما درتي اون فيش دانفونتير، في هذا الفيديو غادي نوريك بطريقه مفصله خطوه بخطوه كيفاش ديري لا فيش ديالك. هكذا غادي تقسمي المجمد ديالك بطريقه عمليه، وغادي تراقبي الكميات وغادي تراقبي التواريخ، وهذا الشيء كله كيخليك توفري في الفلوس وفي المجهود. يعني هذا الفيديو تيهم السيده اللي اصلا كتحاول انها تجمد وعندها ان كونجيلاتور، والسيده اللي ما مهتماش بالتجميد ولكن بغات تبدا. غادي تبدا يا اختي تمشي من الاول في لا بون فوا. الوغ الا تبعتي هاد المعلومات وهاد الخطوات اللي غادي نشارك معك في هاد الفيديو، فكوني اكيده انه غادي يولي عندك واحد المجمد اللي منظم وسهل الاستعمال. اول حاجه غادي نهضروا عليها علاش انت بعدا غادي ديري هاد لافيش دانفونتير. كديريها لاله مولاتي باش كتجنبي التبذير، كتكوني عارفة أشنو عندِك، فما كتمشيش تعاودي تشريه، كتكون عندِك الحاجة في الكونجيلاتور كتعاودي تمشي تشريها، زيادةً على أنه كتكوني عارفة داك الشي اللي عندِك في التلاجة، ماشي كل حاجة لاوية فمِك ولايحة بغيتي تجبدي غير قزبور كدوزي على دوك المياكل اللي عندك فيهم داك الشي خضر كاملين، لا هذا وقيلا قزبور، لا هذا كرافس، لا هذا. كتكوني كل حاجة كاتباها بعدا في الساشي ديالها، واخا ما يكونش ساشي د كونجيلاسيون راه غير دوك البلاستيكات العاديين. المهم يكون عندك واحد الماركور بيرمانون، هادوك راه دايرين واحد 5 ولا 6 دراهم، غادي تشريه وغادي تحطيه عندك في الكوزينة، وكل ساشي كتكتبي عليه أشنو فيه لداخل، فما كتبقايش كدوري عليهم، لأن الماكلة فاش كتجمد كاينين شي حوايج اللي كيوليو كيتشابهوا، غير العجينة مثلًا راه ما كتبقايش تعرفي من ديال البيتزا، من ديال الكيش، من ديال شي حاجة أخرى، أي حاجة كتكتبي عليها قبل ما كتحطيها في الكونجيلاتور وكتنظمي. خص الكونجيلاتور ديالك يكون منظم، وفي هذا الفيديو ما غاديش نهضروا على التنظيم ديال الكونجيلاتور، هذاك غادي نخصص ليه فيديو واحد آخر. اليوم غادي نهضروا اونيكمون على لا فيش دانفونتير. الوغ كي قلنا كتجنبي انك تبدري، كتعرفي اشنو عندك، وكتسهل عليك حتى التخطيط ديال الوجبات ديال الاسبوع. يعني كتسهل عليك التخطيط الاسبوعي، ملي كتبغي ديري البلانين ديالك كتكوني عارفه اشنو عندك، تبقاي مثلا مركزه عندي اللحم، عندي هذا، عندي هذا، وكتقدري دغيا تقادي واحد لو منو ديال الوجبات. وهذا الشيء كله كيعاونك على المصاريف، ما كتبقيش غير شري وحط وجيب وحط. وهذا الشيء كله علاش كنديروه؟ باش نكونوا نساء مرتاحات نفسيا، حيت حنا راه ما عندناش غير الثلاجه وغير المقديه وغير هذا الشيء كديريه وكتمشي عليه بحال هكذا، ما كتبقيش تخممي فيه بزاف، باش داك شويه ديال الجهد اللي عندك كتعطيه للحوايج اللي اهم، اللي هما راسك والعائله ديالك ووليداتك ومناظرك ووالديك وخوتك الى اخره. ما كتضيعيش داك شويه ديال الجهد اللي عندنا في حوايج اللي ممكن تسيريهم بطريقه منظمه، فبالتالي ما كياخذوش منك بزاف ديال الوقت. وانا هادشي اللي كنقول لكم راه كنقول لكم عن تجربه، كترتاحي نفسيا. الوغ هادشي اللي كاين. دابا غادي نهضروا على لا فيش دانفونتير كيفاش تقدري ديريها. الوغ بالنسبه لا فيش دانفونتير انا صايبت واحد ليكزامبل غادي نحطو لكم في صندوق الوصف اون بي دي اف، تقدري تيليشارجيه وتطبعيه، اولا تقدري ترسميه بوحديتك في ورقه تحطيها فوق من الكونجيلاتور، اولا ديريها في الكتاب اللي انت كتكتبي فيه، مثلا عندك ان بلوك نوت ولا. هذا حتى هو راه موضوع بوحدو ديال ضروره انه يكون عندك ان بلوك نوت اللي كتدوني فيه كلشي، بلوك نوت ديري فيه الجداول ديالك ديال لي بلانين دو غوبا ديال الوجبات الاسبوعيه، ديري فيه لا ليست ديال لي كورس ديالك، ديري فيه لا تو دو ليست الحوايج اللي خصك مثلا ديري، مثلا تقولي هذا الاسبوع في الويكاند خصني نقاد واحد شويه ديال القرص، خصني نقاد واحد الكيكه الكوتي لوليداتي للاسبوع اللي داخل. المهم كتكوني دائما كدوني، فضروري يكون عندك ان بلوك نوت، الا ما كانوش خص يكون عندك جوج ولا ثلاثه، واحد ديال التدوين الشخصي، واحد ديال المطبخ، واحد لتخطيط حوايج اخرين، واحد مثلا ديال الادخار كتوزعي في داك الادخار ديالك
فالتدوين شي حاجة اللي ضرورية. راه هاديك الورقة إما غادي تامبريميها، إلا كنتِ غادي تامبريميها حاولي أنِك تطبعيها وتعاودي ديري ليها دي كوبي، ديري واحد 4 ولا 5 ديال لي كوبي باش هكذا ملي كتعمر لِك ما تعاوديش ثاني تضطري أنِك تمشي تامبريميها، كيكون عندك هادوك لي كوبي. هادشي إلا ما كانش عندك لامبريمونط في الدار. كنتِ بغيتي تكتبيها فراه غتكتبيها لراسك، ورقة وستيلو ومسطرة وغادي تاخدي الوقت ديالك وترسميها وتحطيها. الطريقة ديال ال اللي غادي نديرو بها هذاك لو منيو هذاك لافيش ساهلة جدًا. غادي نقسموها عموديًا على واحد 3 ديال لي كولون، غادي تكون فيها المواد اللي عندنا في الثلاجة، الكولون الثانية غادي يكون عندنا فيها التواريخ، والكولون الثالثة فيها الملاحظات. بمعنى درتي شي مادة مثلًا درتي جلبانة غادي تكتبي جلبانة، التاريخ غادي تكتبي التاريخ، الملاحظة ما عندك ما تكتبي هنا جهدك تكتبي مثلًا الكمية 2 كيلو ولا 3 كيلو. أنا ما تنصحش صراحةً بالكميات لأن غيخصك كل مرة تبقاي تخربشي عليها، ما حد هذاك المادة باقا عندك في الكونجيلاتور فراها باقا عندك ما غاديش تضربي عليها، مني ما غيبقى منها والو هنا غادي تضربي عليها. الملاحظات فين تينفعوا؟ تينفعوا مثلًا كان عندك شي دجاج طايب وكتبتيه كتكتبي في الكونجيلاتور، لأن أي حاجة كتحطيها في الكونجيلاتور ديالك خصك دونيها. غادي تكتبي مثلًا دجاج وغتكتبي عليه مطبوخ طايب. عندك مثلًا دي بان شوكولا، عندك مثلًا دي بان شوكولا طايبين وعندك دي بان شوكولا ما طايبينش، خمرتيهم وجمدتيهم باقيين عجينة. غتكتبي بان شوكولا، بان شوكولا وحدين غتكتبي عليهم طايبين وحدين غتكتبي عليهم وحدين مطبوخ وحدين غير مطبوخ. فهمتوني؟ باش كتبقاي دائمًا دايرة لو suivi لداكشي اللي عندك. جيتي dernière minute بغيتي تحطي الكوتي عندك اختي دوك المطبوخين غادي تجبديهم تحطيهم يطلقوا ولا تخشيهم يسخنوا شوية في الair fryer ولا في الفران. فديما كيكون عندك لو suivi ديال داكشي اللي عندك في الكونجيلاتور. قلنا عموديًا غتقسمي على 3 أفقيًا غادي تقسمي على لي catégories اللي عندك. غادي ديري مثلًا اللحم، خضر، فواكه، دجاج، أسماك، مخبوزات، أجبان. أنا كنصح أنِك ديري هكذا دي catégories. علاش؟ لأنه إلا جيتي مثلًا تخلطي كلشي مع بعضياتو، هادي جلبانة، هذا لحم، هذا لوبيا، هادي فلفلة، هادي حوتة، هادي ملي كتجي تبغي ديري البلانين ديالك أولا كتبغي توجدي شي حاجة كتبقاي تاخدي الوقت في أنِك تبقاي تقلبي في هاديك لا ليست. عكس مثلًا ملي كتبغي ديري البلانين وكتقولي نهار الثلاث بغيت ندير طاجين ديال اللحم، اوتوماتيكمون غادي تمشي لا كاتيجوري ديال الفيوند وغادي تشوفي اش من لحم عندك. ها هي اللحم ساليتي منها حطيناها. غادي نخضر باللوبيا غادي تمشي لا كاتيجوري ديال الليغوم وغادي تشوفي واش عندك اللوبيا، ها هي الخضره حطيناها. غادي ندير ليهم معاه واحد العصير ديال الباربا وديال الخوخ، غادي تمشي للفواكه وتشوفي واش عندك هذاك الخوخ. وكتبقاي غادية بحال هكذا وهذا الشيء ما كياخذلكش وقت بزاف وكيبقى داك البلانين ديالك مرتب ومستف بالتواريخ بكل شيء. وحتى فاش كتبداي كتاليمونتي في المجمد ديالك كيبقى اوتوماتيكمون داكشي اللي الفوق راه هو اللي قديم، وكتبقاي او فور يا ميزور كتضربي عليه. مثلا عندك جلبانه جبتيها 27 فيفري داز واحد 10 ايام تاني كيف قلنا مثلا 7 مارس عاودتي تاني جبتي جلبانه اخرى، فراه هذيك اللي الفوق هي القديمه اوتوماتيكمون غتقلبي على القديمه هي الاولى حتى تاكليها، ومني تسالي الكميه اللي عندك غتضربي عليها من المنيو وكتبقى لك غير هذيك الأخرانية اللي باقا جديدة. هذه حاجة. حاجة أخرى ما كنضربوش على ال الحاجة في داك لو طابلو في هاديك لافيش حتى كنكونوا فعلًا خرّجناها وغادي نستعملوها. ماشي لو فات ديال أنك غادي تكتبيها في الجدول غادي يخليك أنك تضربي عليها، لأن داك الجدول ممكن ما تطبقيهش، ممكن يجي عندك شي حد، ممكن أنتِ تمشي عند شي حد ولا توقع شي حاجة، يجي شي imprévu فبالتالي داك لو طابلو ما درتيش. إلا بديتي فين ما كتبتي في لو طابلو كتضربي، هذاك الجدول غادي يتخربش عندك وغادي ترون وغيولي شي حاجة خرجتيها من المنيو وهي راه باقا عندك في الكونجيلاتور فكترون ما كتبقايش عارفة راسك شنو عندك شنو ما عندكش. فغادي تاخديها قاعدة، اللي حطيتيها في المجمد غادي تكتبيها في لافيش، واللي خرّجتيها باش ديكونجليها غادي تضربي عليها. هكذا كتبقاي فعلًا دايرة لو suivi ديال الحويجات اللي عندك في الكونجيلاتور. حتى لهنا كنظن أنه واضح جدًا. صافي هادو هما الحويجات اللي فعلًا خصك تجنبيهم، وتجنبي أنك ديري شي جدول معقّد، ديري شي حاجة اللي تكون simple. حنا ما كنقلبوش على داك الشي الواو وداك الشي المثالي، أكتر ما أننا تنقلبوا على داك الشي البسيط والعملي اللي غادي يفيدنا وغادي ينفعنا وغادي تهناي. إلا ولفتي أنك ديري اون فيش d'inventaire فراه غادي
تولفي أن المجمد ديالك يكون منظم ويكون مقاد ومقسم بواحد الطريقة اللي عملية، وغادي تولفي دائما أنك ديري لي دات ودائما تراقبي الكميات اللي عندك، وكي قلت لكم اوتوماتيكمون كترتاحي نفسيا، اوتوماتيكمون كتبداي توفري في الفلوس. وهادشي اللي كاين اختي. وقبل ما نسالي لا فيديو ديال اليوم بغيت نعاود نأكد على ضرورة أنه يكون عندك ان كونجيلاتور. إلا عرفتي كيفاش تعاملي مع الكونجيلاتور، ما كنهضرش هنا على التقسيم والتنظيم، مي كنهضر بلوتو على الطريقة اللي كديري بها لي كورس ديالك. إلا عرفتي كيفاش أنك تاليمونتي هذاك الكونجيلاتور، ثقيني غادي يوصلوا عليك شي شهورا ما غتوصليش لهادوك المبالغ اللي تيكونوا مخصصين للحم والدجاج والأسماك. با فورسيمون هاد لي كاتيجوري ب3، ولكن وحدة فيهم ولا جوج فيهم وشي مرات ب3 بهم. هادوك الفلوس اللي خصك تشري بهم مثلًا، لأن واحد الوقيته كيوصل عليك الكونجيلاتور عمر، فأوتوماتيكمون خصكِ تبداي تستهلكي منه باش تخويه، تحيدي الحاجة قبل ما تقدام، وفي نفس الوقت تخويه باش تجيبي حاجة جديدة. فكيوصلوا عليك بعض الأوقات ولا بعض الشهور اللي ما كتبقيش توصلي لهداك ال الفلوس اللي كتكوني نتيا مخصصاهم باش تشري بهم اللحم، تشري بهم الدجاج، تشري بهم الأسماك. هذا واحد الموضوع عاوتاني واحد آخر. ولكن هنايا كنأكد على أنه المجمد شي حاجة اللي مهمة، اللي ما عندهاش المجمد تبدا تفكر فيه. كي قلت لكم سواء كنتي خدامة ولا ما خداماش، ولكن ملي كتكوني خدامة غيزون دو بلوس. ملي كتكوني خدامة فراه كتخدمي وي بو امبورط السبب علاش نتي خدامة، ولكن نتي أكتر وحدة كتستاهلي هادوك الفلوس اللي كتشديهم. أنتِ خدامة باش تريحي راسِك وتاخدي الحوايج اللي كيريحوك وكينفعوك في الوقت ديالك وفي الجهد ديالك، وكيعاونوك في أنك تسيري المصروف ديال دارك. فكيف قلنا هذاك النهار ضروري ديري واحد المبلغ تحطيه وتقولي هذا ما أدخره لنفسي، وهذا ما غاديش تمشي فين ما جمعتي شي فرانك أنتِ غتمشي تشري ليا به الدهب. الدهب راه زوين، ما قلناش لا، الدهب زوين وما كايناش شي مرة ما كتبغيش الدهب، ولكن أنا راه ما كتدخلياش لراسي وحدة غدير عصير الصابون ولا غادي دير رادكو في يديها ولا في عنقها ولا ما عرف شنو، وهي ما عندهاش حتى طحانة باش طحن، كتبغي طحن تبقى تحك في الحكاكة بالسوايع. سكتوني سكتوني راه تحمست، راه راه قلت لكم أنا شاكان سا بالونس وكل واحد وكومون يسكي جوج لي شوز، ولكن أنا راه هكا تتبان ليا. الدهب زوين، كلنا كنبغيو الدهب وحتى أنا بحالي بحالكم تنبغي الدهب وتنعشقو وتنشريه وهذا، ولكن مستحيل أنا غادي نجمع الفلوس وغادي نمشي نشري. آآ دابا المشكلة اللي كاينة ماشي في تمشي تشري، راه وي تشري الدهب، ولكن ما يمكنش أي فرانك طاح في إيديك ولا جمعتيه غادي تمشي تشري به الدهب، صافي كتولي هذيك هي الغاية الدهب، 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 الدهب. وهذا الشي راه كنشوفوه في لي بارطاج اللي تيكونوا في اليوتيوب. لا أختي، غادي نشري، مرة غنجمع مثلًا واحد المبلغ غنمشي نشري به واحد الحاجة زوينة، ومرة غنجمع واحد المبلغ غنمشي نشري به واحد الحاجة اللي غتنفعني في داري، ولا شي حاجة لداري ولا شي حاجة ليا ولا ما غاديش أنا فين ما جمعت شي حاجة، فين ما درت واحد ليبارغني غادي نمشي نشري به الدهب sous prétexte أنه دوير الزمان. علاش كتمناو أن الزمان يدور عليكم؟ حنا كنطلبوا سلامة الوقت، الواحد يطلب سلامة الوقت وليها يوصلنا لهداك الوقت اللي غادي نحتاجو فيه داك الدهب باش نبيعو. الناس راه كاينة اللي كتبقى تشري، تشري، تشري وكيمشي ليها كيتباع ليها ولا كتوقع ليها شي حاجة ولا كيتسرق ليها ولا. اللهم شوية لربي وشوية لعبدو، نضرب شوية بحال هكذا ونشوف الحاجة اللي تريحني. هذاك الداب اللي غادي ديريه وانتيا مرمدة وفاتيكي وعيانة وإيديك مدبوغين ومنفوخين راه كي غيبان عليك، كيفاش غادي يبان عليك؟ المهم سكتة فمي ماشي شغلنا في الناس. ماشي شغلنا أختي في الناس. حنا غنرجعو. جاني الفورير. بلاتي أختي نمشي نضحك ونرجع. آي، آي، آي. المهم أختي ماشي شغلنا في الناس. حنا غنهضرو غير في المجمّل. دابا ما غاتمشيش ليا الضحكة غنبقى حنا غنهضرو أختي غير على المجمّد. نمسحو وجهي من الضحك. المهم المجمد ضروري جدًا، شري المجمد باش تجمعي الفلوس باش تمشي تشري الدهب من الآخر. المهم باش نقنع الناس الآخرين حتى هُما. المجمد ضروري جدًا، ضروري جدًا، اللي ما عندهاش تمشي تفكر تشوف كيفاش دير. وراه
كي قُلت لكم أنا كنفضّل صراحةً هذاك اللي à tiroir وراه ما كاينش غير الكبير، راه كاينين حتى وحدين صغار زوينين، كيكونوا فيهم غير 4 ولا 5 ديال لي tiroirs وكيكون كبر من هادوك مثلًا الثلاجة اللي كيكونوا فيها لي كتكون الثلاجة الفوق ولي tiroirs لتحت، هادوك راه تيكونوا صغار. أنا عندي هاديك الثلاجة في داري وحدة أخرى، زوينين ولكن ما كبارش بحال ديال الكونجيلاتور. أنا في داري هنا في مراكش عندي الثلاجة اللي فيها الكونجيلاتور الفوق وفيها الفريجيدير لتحت. الكونجيلاتور اللي تيكون séparé بلي tiroirs راه واخا تيكون صغير فيه غير 4 ولا 5 ديال لي tiroirs راه كيكونوا واسعين داخلين لداخل على ديال الثلاجة، فاللي ما قدراتش تشري الكبير تاخد غير الصغير. وحاجة أخرى، الناس اللي تيعرفوا يشريو مثلًا الmatériel d'occasion، هاد l'électroménager d'occasion راه تيكونوا شي مرات في أفيتو، تيكونوا شي مرات في market place والله العظيم إلا بأثمنة خياليين. كتلقاي كونجيلاتور كبير ب1700 1500. فاللي عندها، حيت هاد الشي راه ماشي هاد الشي ديال الحوايج اللي كتاخدو دوكازيون راه ils ne sont pas donnés à tout le monde. كاين اللي عنده فيهم الزهر، كاين اللي ما عندوش فيهم الزهر. اللي كتعرف ولا اللي مالفة كتشري مثلًا هكذا شي حاجة دوكازيون ولا كتعرف شي واحد اللي ممكن يشوف معاها، خلّيو عينيكم مثلًا على أفيتو ولا على market place ولا على البلايص اللي كتعرفوا فيهم كيتباع هاد شي دوكازيون شي واحد حداكم وهذا، وراه تقدري تدبّري على شي فرصة اللي تاخدي فيها زعما بثمن مناسب، با فورسيمون تجمعي باش تشري واحد جديد، لأن الجديد تيكون شوية غالي. وصافي، هادو هما المعلومات اللي غادي نقدر نعطيك على لا فيش دانفونتير. أنا النصيحة اللي نقول لِك ما تستهزئيش، جرّبي، جرّبي، سيري اختي خوي داك الكونجيلاتور اللي عندك، ضربي عليه بواحد المسحة، ضربي عليه بواحد النفضة، نظّفيه، مسحيه وشوفي أشنو عندك، أولا حاولي تعزلي داك الشي اللي عندك دابا، وفين ما تبغي تحطي شي حاجة جديدة بداي بلا فيش، لأن كاين اللي مثلًا عندها دابا الكونجيلاتور عامر ما يمكنش غادي تخويه، ما يمكنش غنقول لِك أنا خويه ولا حيدي منه داك الشي، لا. مي عزليه مثلًا في واحد جوج ديال لي تيغوار أولا الناس اللي عندهم ال المجمد هذاك الصندوق، عزليه مثلًا في واحد جوج ديال لي صاك، وأي حاجة غادي تدخليها دوغينافون ديريها في لافيش، ديري لافيش ديالك وبقاي تنوضي فيها وردي عليا الخبار كيفاش غيولي الكونجيلاتور ديالك وكيفاش نتيا غادي تحسي بعدا. أنتِ كيفاش غادي تحسّي براسِك، وواش كتحسّي بشي تغيير في المصروف ديالك، وفي الراحة النفسية ديالك، وفي التخطيط الأسبوعي ديالك. على غادي هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى أنها تكون مفيدة، تهلاي ليا في راسك، وما تنسايلياش أختي هداك اللايك، لأن فاش كنشوف لي لايك في لي فيديو كنفرح بزاف. عندكم لي لايك ولي كومونتير كيفرحوني كتر من لي فيو هادشي اللي عطا الله. فاش كنشوف لي لايك على شي فيديو كنفرح، كنقول وي راه لقى الاستحسان ديال البنات وفادهم وعجبهم. وفاش كنلقى لي كومونتير هكذا كل وحده فيكم كتخلي لي شي كومونتير، والله العظيم الا كنفرح. هادشي اللي كاين. تهلاو ليا في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.